السؤال المتكرر: يا دكتور أنا حامل آكل إيه؟ تغذية الحوامل موضوع بسيط وسهل جدا. أول حاجة لازم الحامل تاكل بطريقة صحيحة. هرمون الحمل زي ما قلنا قبل كده بيعمل بطء في حركة المعدة والأمعاء، وبالتالي الحامل لازم تاكل وجبات صغيرة متكررة، صغيرة جدا ومتكررة جدا، وده بيخلي دايما عندها الهضم أفضل وتقدر تستفيد من الأكل بشكل أحسن. الشبع متعب جدا للست الحامل ويخلي عندها عسر هضم وضيق في التنفس، والجوع مؤذي جدا للست الحامل ويبدأ يجي لها حموضة في المعدة ومشاكل في المعدة. كمان الست الحامل لازم تاكل من كل حاجة. التوازن في الأكل بتاعها مهم جدا. لازم الحامل تاكل الكربوهيدرات بالمعدل الطبيعي، وتاخد الكرب بتاعها من المصادر الصحية، الخضار والفاكهة. البروتين لازم يزيد جدا في الحمل، لأن لو البروتين قل في الحمل بيكون ليه أثر مباشر على الأنيميا وعلى وزن البيبي للأسف. آخر حاجة الفات، بنحاول إن احنا نقلل في نسبة الدهون في الأكل، وناخد الدهون من المصادر الصحية اللي موجودة في الكاجو والمكسرات والدهون الصحية. كمان لازم الحامل تاخد بالها من الأكل الغني بالمعادن زي الحديد والكالسيوم، وهم معدنين مهمين جدا جدا جدا. سواء الحديد مهم عشان وزن الجنين، مهم عشان خاطر الأنيميا ما يخص الحامل والأنيميا، والكالسيوم مهم عشان عظم الست الحامل وعشان خاطر عظم الجنين. أخيرا الأكل الغني بالفيتامينات مهم أوي. فيتامين أ وده يكون بنسبة 5000 وحدة، فيتامين ب وفيتامين د وفيتامين ك. دمتم بخير.